هكذا نكتب بالعربي لكنها هندي. لكن الخوارزمي ابتكر طريقة أخرى لكتابة الأرقام معتمدا على الزوايا في تصميمها. هذا الرقم 1، هذا الشكل به زاوية واحدة تضيء هنا، هذه هي الزاوية فهو 1. أما إذا أتيت لكم إلى الرقم 2 ففيه زاويتان، هذه واحدة وهذه واحدة من هنا الزاوية الثانية، وهكذا بقية الأرقام حتى الرقم 9 كما تشاهدون هنا كلها هذه الأرقام 3 فيه 3 زوايا أو 3 زوايا، 4 كذلك، إلى أن نصل إلى الرقم 9. انظروا كيف كتبه الخوارزمي بهذا الشكل. عدوا الزوايا ستجدونها 9 زوايا. لكن هذه الطريقة، سنأتي على الرقم الغائب الآن 0، لم تحظى تلك الطريقة بشعبية وانتشار في الشرق العربي في المشرق، لكنها حظيت باستحسان العرب في الأندلس والمغرب الكبير. انتقلت إلى أوروبا عبر دارسي علوم العرب في المغرب، وكانت أوروبا تستخدم الأرقام الرومانية اللاتينية حينها، لكن العربية كانت أكثر سهولة ووضوحا، فانتشرت إلى مختلف أرجاء العالم عبر التجارة والكتب.